لو إنك من الناس اللي بيسهروا لحالهم بالليل زيي بالضبط، فدير بالك منيح، لأنه في الوقت اللي أنت بتكون مفكر حالك لوحدك فيه بيكونوا ناظرين لك ومستنين اللحظة المناسبة، زي ما حصل مع الشبهة. يا هلا بأبطالنا وبطلاتنا. إذا إنك أول مرة بتشوفني، معكم أبو الميز، بقدم قصص رعب. إذا إنك بتحب هيك قصص تابعني واعمل لايك وتعليق حلو زي وجهك يا عسل، ويلا نبدأ قصتنا. قصتنا اليوم صارت مع شاب اسمه حسام وعمره 15 سنة. حسام زي أغلب هالشباب هالأيام بيسهروا لآخر الليل. بليلة من الليالي كان قاعد لحاله الساعة 2:30 ماسك تلفونه وبتفرج على مسلسل، بس فجأة الكهرباء انقطعت عن كل المنطقة. حسام بوقتها اتوتر لأنه كان لحاله وصار يحكي بسم الله وشغل كشاف التلفون، بس بالرغم من هيك الدنيا حواليه ضلت ضلمة، وكان كل شوية بيسمع صوت غريب وكأنه إشي بخربش أو حدا بيطل عليه، فكان يوجه الكشاف على السريع بس ما كان يشوف أي إشي. وقتها الخوف بلش يدخل قلبه، فقرر إنه يقوم ويقعد بغرفة أخوه، على الأقل مش لحاله حتى لو أخوه نايم. بس هو قايم سمع صوت بخطوات ماشية وراه، اتجاهل ومشي بسرعة، بس فجأة حس إنه إشي مسك قميصه ووقف، اتجمد بمكانه وحط إيده على تمه وكتم صوته من الخوف. حاول يهدي حاله ويتحرك، بس نفس الإشي إشي ماسكه. فجأة خطر بباله فكرة ذكية. هو متعود دايما لما ينام يخلي التلفون شغال على صورة البقرة، والحمد لله بهذيك الليلة ما كان مشغل أغاني، كان مشغل قرآن. وبما انه حافظ كل مكان بالشاشة من كثر الاستخدام، بضغطتين سريعة بالضبط فتح على تطبيق الصوت وشغل الصوت، وفعلا اول ما اشتغلت صورة البقرة الاشي اللي ماسكه ترك، ركض على غرفة اخوه وضل مشغل القرآن عبال ما رجعت الكهرباء. وصحى ابوه وحكى له على كل اللي صار. ابوه اللي بحب يقرأ كثير عن الجن وهيك امور قال له تصرفك يا ابني كان ذكي جدا، لو انك صرخت أو بان عليك الخوف كان هذا الوقت المثالي إلهم إنهم يأذوه، لأنه الجن ما بيتلبس حدا إلا بحالتين، يا خوف شديد يا غضب شديد. الحمد لله يا ابني إنك تصرفت صح. وقام أبوه فورا شغل سورة ياسين والبقرة بكل البيت، وخلصت القصة على خير. وبس هيك، كان معاكم أبو الميز، وفي أمان الله.